كاين حتى حد باش يدير هادشي بلاستيك، كاين حتى حد كنصحك شي دارتي، كاين حتى حد انا اونلي كلاسيكس كاع ما كناش غير ما كانش اللي مقاسي. دايما نخبي في غبرة، دايما نخبي في غبرة، غير كنداوي شي برا كيم ديالهم خاشي في البرا. راك غادي تبقى ايقونه في تاريخ الراب المغربي، ولكن نرجعوا للسوجي ديالنا اللي هو لي فيغور دو ستيل، نحاولوا نستخرجوا لي فيغور دو ستيل اللي كاينين في هاد التراك هادو في هاد البارز هادو. دايما نخبي في غبرة، دايما نخبي في غبرة، غير كنداوي شي برا كيم ديالهم خاشي في البرا. ديما خشي في الغبره. هنايا عندنا الأونتيتيز. شنو هي الأونتيتيز؟ الأونتيتيز هي ملي كتكون عندك واحد الفكره او واحد الكلمه في نفس السطر كيكون عندك النقيض ديالها. ديما كتمثل اي حاجه اللي غاليه في السوق او عندها قيمه او واحد الكاليتي اللي هربانه، بينما الغبره كتمثل الوسخ، كتمثل التراب، كتمثل اي حاجه اللي ما عندهاش قيمه. دونك هنايا تجمعوا لنا جوج ديال الكلمات اللي هما متناقضين، بالتالي هذه هي الأونتيتيز، هي جوج الافكار او جوج الكلمات او جوج المعاني متناقضين في نفس السطر. صافي سالينا ياك؟ لا راك غلط، لانه كاين بزاف ديال الاساليب البلاغيه اللي بغيتك تركز عليهم واللي بدع فيهم الشوبي، وملي دوزو حداك مره اخرى ديتيكتيهم. كاين هنايا الميتافور واش با راسو بالديامون، يعني انه رابور واعر ولكن مخشي في الغبره. مخشي في الغبره عندها بزاف ديال المعاني على حسب واش هو اللي خاشي راسو في الغبره، يعني واش كيتعمد ما يبانش ما ينفضش داك الغبره باش يبان الديامون ديالو، او لا الراب المغربي هو الغبره، بمعنى ان الديامون محطوط في واحد البلاصه اللي ماشي ديالو، دونك الناس ما غاديش يقدروا القيمه ديالو. دائما مخبي في الغبره. هنا كيزيد ياكد لنا السطر الاول بان الشوبي حتى هو ما عززش عليه يبان، يعني اما كيبان وكيحط شي بروجي انترناسيونال ولا كاع ما كيبان. كيداوي شي دبره يقدر كيكون كيقصد هنايا دبره بيرسونيل بحال الفرق ديال شايفين، بحال بزاف ديال الخيبات اللي ما بقاوش بيرسونيل. وقدر يكون كيقصد دبره في الراب المغربي، يعني انه كيغبر حتى كيجيب لنا الجديد في الراب المغربي او شي توب لاين او شي لعيبات. هادشي معروف على الشوب. الجيم ديالهم خاشي فيها البرا. هنا الا عاودتي سمعتي الجمله غادي تسمعها بواحد المعنى اخر، والا عاودتي سمعتيها مره ثالثه غادي تسمعها بمعنى اخر، وهنايا ما يسمى بالدوبل او التريبل اونطوندر. تقدر في السمعه الاولى تسمع ان الجيم ديالهم خاشي فيها البرا، بمعنى ان الجيم ديالهم عباره على واحد النفاقه ونخشيت فيها البرا وهي تفشت، يعني مبنيه على الخاوي. وتقدر تسمع ان الجيم ديالهم خاشي فيها البرا. البرا هما شنو هذا؟ الكتاف، الدراع، المهم يعني انني بلغه اخرى انا خاشي يدي كامل تما، بمعنى اني مغتصب الجيم. وتقدر تعني ان البرا بمعنى نفس المعنى ديال الكتاف، ولكن كنعنيو العضلات، يعني انني فاتح البلاصه الراسي صح بغيتو ولا كرهتو، وهذه كتسمى بالتريبل اونطوندر. مثلا الكلمه ديال الغبره والغبره هادو كلمات اللي عندهم نفس الحروف نفس الصوت ولكن المعنى مختلف، وهذا ما يسمى باغونومات. الاساليب اللي قدرتي تعقل عليهم تبارك الله، ما قدرتيش ماشي مشكل، لاننا غنعاود نشرح كل واحد فيهم، انما اليوم عقل على الأونتيتيز وهو تناقض في نفس السطر.